شهر مبارك كريم تعود فيه الأنفس إلى الباري عز وجل وتتزكى بالصيام والقيام، تتنزل فيه الرحمات وتلين القلوب تقربا من الله بالعمل الصالح. هو كذلك شهر البذل والعطاء. ولنا في أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خير قدوة وأرفع مثال في المبادرة في طريق الخير لتفريج الكرب وإعانة المحتاجين والضعفاء. فسيرا على نهج أسلافه المنعمين يواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مغرب متضامن ومستقر ومزدهر، واضعا الإنسان في قلب السياسات والاستراتيجيات، كما يحافظ نصره الله بذلك على قيم لطالما ميزت المجتمع المغربي، قيم التآزر والتضامن. ويسعى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله جاهدا لتوفير أسباب الطمأنينة والعيش الكريم الذي يغني عن السؤال ويسد حاجة المحتاجين. فقد جعل العاهل الكريم من التضامن أحد أوراشه الكبرى لإصلاح الأمة وتحسين أحوال الناس، وبذلك قد أحيا قيمة كبرى في الدين، وجعل من التضامن المثل الأعلى في جهوده المتواصلة لدعم أسس التكافل الاجتماعي بتيسير كل السبل في مواجهة الفقر والهشاشة. ويسارع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الخطى في فعل الخير والإعانة على فعله في مجتمع التراحم والدعم والعون والمساعدة والتضامن، تجسيدا لقيم التكافل بين فئات المجتمع وتعزيزا للتآزر. وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للإنسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي تسم المجتمع المغربي. في ثاني أيام شهر رمضان الأبرك يشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بسيدي موسى بمقاطعة المريسة في سلا على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية رمضان 1444 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، والتي يستفيد منها هذه السنة 5 ملايين شخص. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تتميز عملية رمضان 1444 التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم برفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1,000,000 عائلة يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77% من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي. كما أعطى صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة النسخة 24 لهذه العملية تعليماته السامية لتعزيز محتوى القفة بمواد غذائية إضافية لا سيما الأرز والحليب. وأضحت هذه العملية المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وتنسجم مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن. ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية تمت تعبئة آلاف الأشخاص تدعمهم مساعدات اجتماعيات ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع التي تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة. ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة لا سيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو اقتصادية. كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والتعاون الوطني والإنعاش الوطني والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية، فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من جانبهما على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة. وبهذه المناسبة سلم جلالة الملك نصره الله بشكل رمزي قففا من المواد الغذائية ل10 أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية رمضان 1444 قبل أن تؤخذ لجلالة الملك صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
ومنذ إطلاقها سنة 1998 عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يقارب ملياري درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34,100 أسرة سنة 1998 إلى 1,000,000 أسرة هذه السنة. وتأتي عملية رمضان 1444 لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة. ويعتبر إطلاقها من طرف العاهل الكريم تجسيدا للقيم الرفيعة التي تميز المجتمع المغربي، وقد أصبحت موعدا سنويا راسخا في أجندة رمضان الأبرك.